أحسنت. أسأل الله أن يحسن إلينا وإليك. نسأل الله أن نكون وإياك من المحسنين الثابتين على سنة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، اللهم آمين. أما بعد، نصيحة لك يا جاسم، بما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، فنحن نتناصح في الله عز وجل. أنت منذ فترة على أساس أنك اهتديت وبالصحابة اقتديت ووحدت رب البيت، ولكن بعدها رأيناك انحرفت وانجرفت وانحنيت، أي تركت السنة ورجعت إلى البدعة. لماذا يا جاسم؟ لماذا هذا الاستهتار؟ هل تحب أن تدخل النار؟ إذا عبدت وتوسلت بغير الجبار تدخل النار. نعم، فأنت عندك في القناة كلها توسل ومدد يا رفاعي ويا جيلاني ومدد يا رسول الله، وهذا كله الشرك. أنت إذا دعوت غير الله أنت عبدت غير الله. نعم، نحن ننكر على هؤلاء، وأنا كنت قد أنكرت أو بينت لك ونصحتك عندما صعد معك الخوارج. خفت عليك أنت من التصوف إلى فهم الخوارج، سبحان الله، ولكن انتكست، عدت إلى التصوف الذي مليء بالبدعيات والشركيات. أسأل الله أن يهدينا وإياهم أجمعين. نعم، يعني لا أدري هل هذه كانت ردة فعل؟ رأيت هجوم الخوارج وكله تكفير على الرائحة قلت لا أرجع إلى الصوفية أم ماذا؟ ولكن لا ننكر أن يوجد أعمال كفرية. مثال، إذا دعوت غير الله وتوسلت بغير الله وسجدت لغير الله تكفر. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الدعاء هو العبادة. إن الدعاء هو العبادة، يعني إذا دعوت غير الله معناته أنت عبدت غير الله. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فقال ربكم ادعوني، ما قال ادعوا نبي، ما قال ادعوا ولي، لا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي علمنا، قال ما أصاب عبد هم ولا حزن إلا قال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصية في يدك ماض في حكمك أسألك. انتبه يا جاسم، وانتبه يا كل شخص دعا وتوسل بغير الله. أسألك بكل اسم هو لك، اسمع التوحيد. قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. قال يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال حقا على من سمعهن أن يتعلمهن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد، ما قال اللهم أني أسألك بخليلك إبراهيم، أسألك بكليمك موسى، اللهم أني أسألك بروحك عيسى. ما قال أسألك بنفسي، لا، قال أسألك بكل اسم هو لك. نعم، إذا تتوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته وأسماء الحسنى، كما قال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تدعو الله عز وجل. ثم البدع التي عندكم، هل هذه كانت موجودة على زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ حاشا وكلا. الدفوف، هل الصحابة كانوا يضربون بالدف؟ لا. قال ابن تيمية رحمه الله، وأعلم أنه يعني يعني تكرهون ابن تيمية، ولكن هذا الكره باطل، وإذا اتهمتموه هو أو محمد عبد الوهاب رحمه الله فأنتم لكم مكان في جهنم. لماذا؟ لأن ما عندكم دليل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قال في مؤمن ما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. ما هي ردغة الخبال؟ عصارة أهل النار، عافانا الله إياكم. قلت في مؤمن، فما بالك تقول في عالم مجدد لا يأتي بشيء من عنده إلا بالكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة. تتهموهم بكذا والمخابرات وبأنه عدو لله وأنه كذا. هذه عقيدة الصوفية، هداهم الله عز وجل. افتراء وطعن في العلماء.
كالخوارج يطعنون ويفعلون، وكالشيعة يطعنون في الصحابة. يعني سبحان الله، الإنسان عندما يكون مبتدع الفرق كلها تكون متشابهة. يعني أنتم تشبهون الشيعة، هم يتوسلون بغير الله وأنتم تتوسلون بغير الله. تقولون أغثني يا رسول الله، قد ضاقت الصدور، أغث يا بدر البدور، لولاك لولاك ما دارت الأفلاك، وتكذبون على الله. تنسبون هذا القول أن الله يقول في الحديث، تذكرون حديث باطل، أن الله قال لمحمد صلى الله عليه وسلم محمد لولاك ما دارت الأفلاك. وهذا الشرك، وهذا شيء يعني ما قال الله عز وجل. نعم. فإذا نرجع إلى مسألة الدف. ما كانت، قال ابن تيمية رحمه الله، ما كان الصحابة يصفق بكف ولا يضرب بدف. نعم. أما قصة طالع البدر علينا واستقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام وصار، هذه قصة لا تصح، وأهل مكة أدرى بشعابها. اسأل علماء مكة، هم يعرفون الطرقات. نعم. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، والنبي ما مر عليه من ثنيات الوداع. نعم. فأنا ناصح لك، ناصح محب لك الخير. لا تدعو إلا الله ولا تتوسل إلا بالله. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات. أول من يجب أن يتعلمهن بعد عبد الله بن عباس نحن وكل مسلم. قال: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت، هنا الشاهد، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والآن أقول لك: لا تخاف من الناس. إن كنت مثال هددوك أو خوفوك جماعتك أو قرابتك أن تترك الطريق الصح، طريق السنة، وتأتي طريق البدعة، ترجع إلى التصوف والتوسل بغير الله، قد يعني تؤمن بينك وبين نفسك، ولكن لا تظهر، يعني لا تشرك بالله عز وجل وتظهر هذا أمام الناس في الصفحات وفي كذا، مدد وأغثني وضرب بالدف وكذا. هذا كله من البدع والشركيات المحرمات. نعم. تخاف منهم، لا تقول لهم إني أنا مثلا اتبعت يعني فهم السلف الصالح. خلاص، خليك على بينك وبين ربك عز وجل. نعم. وتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نعم. أن تلتمس رضا الله بسخط الناس. الصحابة حاربوا أهلهم فقط لأجل التوحيد، لأجل الدين. تركوا آباءهم وأمهاتهم فقط لأجل الدين. الله عز وجل قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، مؤمنين، انتبه، يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وعشيرتهم. الآيات. فأنا ناصح لك يا جاسم، أسأل الله عز وجل أن يهديك ويحسن إلينا وإليك. لا تميل إلى الخوارج، ولا نميل إلى البدعة، التصوف والأشعرية والماتريدية وهذه الفرق الضالة. نكون وسط، هكذا أهل السنة. نعم. لا تكن قاسيا فتكسر كالروافض، تشدد ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: هلك المتنطعون. ولا تكن من المميعين للدين أو المشركين. فلا تكن قاسيا فتعصر ولا لينا، ولا تكن قاسيا فتكسر ولا لينا فتعصر، ولكن كن كما أمر الله عز وجل ورسوله فستجبر بإذن الله عز وجل. تبع السنة، إن يحب لك الخير، تعد عن البدعة. أسأل الله أن يهدينا والمسلمين ويردنا إلى أصل الدين. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.